من أعظم أسباب التوفيق أن ينسى العبد نفسه فلا يرى لها فضلا البتة. ومن أخطر أسباب الخذلان أن يرى العبد لنفسه فضلا. تاني، ما العبد ينسى نفسه، يقول أنا لا أستحق، والله العظيم يا أخوانا أنا لا أستحق الإسلام، لا أستحق. الله تعالى هداني للإسلام منة منه وفضلا. أنا لا أستحق أن أكون من أهل السنة، أنا لا أستحق أن أحفظ القرآن، أنا لا أستحق أن أجلس هذا المجلس. فعلا لا أستحق أي فضل البتة، لا أستحق. وأنت لا تستحق، وأنت لا تستحقين. كل ما أنت فيه محض فضله لا عدله. لو عاملنا بعدله لكنا اليوم مع الأنجاس. تخيل إيه يعني؟ هو الذي أيدك وعلمك وفهمك واجتباك ونصرك، ولولاه ما كنت. أخويا اللي شايف نفسه ده، شايف نفسك على إيه؟ أنت مين أصلا؟ مين جابك المسجد؟ مين جابك المسجد؟ خلي بالك، ممكن ما تقول بنفسك بلسانك كده لا يا عم أنا مش شايف نفسي. لا، كتير منا شايف نفسه، كتير منا شايف نفسه له فضل، معجب بقوله، معجب برأيه، معجب بعلمه، راكن إلى نفسه. عشان كده من أعظم وأخطر أسباب الخذلان اللي قاله قارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم. ده أنا جزاني الله خيرا. أنت مين يا ابني؟ جزاك الله خيرا؟ تقول على نفسك كده؟ إحنا قلوبنا دي ضعيفة جدا. عشان كده أصلا لما شاف واحد من الصحابة بيمدح أخوه قال له إيه؟ قال له شاطر؟ قال له شاطر؟ قال له إيه؟ قال له ويحك، أو قال ويلك، قطعت عنق مين؟ صاحبك. أنا متخيل كده، أنت متخيل معايا أخ مسك أخ كده دبحه. بص عليه إزاي؟ أهو بقى لما أنت قلت له عشان أنت منور يا ابني النهارده، والله أصل أنا امبارح كنت بقيم الليل. طبعا مش لازم أقول له كده بلسانه، بس هو يبدأ أنا منور بجد، ويروح البيت ده أنا منور فعلا أهو. ده حال الناس، حال إخواننا. أنت مالك قلبك إزاي؟ تقول لي مش شايف نفسك؟ لا، شايف نفسك. عشان كده بتضيع وبتقع ليه؟ لما رأيت نفسك. امتى بقى فعلا تقف ربنا يعصمك؟ أنا مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب يا شباب، سيدنا عمر بن الخطاب أحد أهم وأعظم أسباب عزله خالد بن الوليد عن قيادة الجيش إيه؟ حد عارف؟ إن بدأ الناس تقول معانا خالد ولا يهمك نخش في الحديد. ليه؟ سيف صلى الله عليه وسلم عمره ما انهزم. عمر بن الخطاب غار إن إزاي الناس تتعلق بخالد، قال لا، وما خالد، عزل خالد. وعين أبو عبيدة لما جاله خبر انتصار الجيش بقيادة مين؟ أبو عبيدة، قال اللهم لك الحمد، أين خالد؟ راح فين خالد؟ مشي خالد. والناس عملت إيه؟ ضاعت ولا انتصرت؟ انتصرت.